In the gentle morning light, where secrets softly play, a woman wakes with love in a sweet and tender way. Her heart sings a melody with whispers of delight. In the warmth of her home, everything feels right. With laughter in the kitchen, she brews the coffee slow. In the gentle morning light, where secrets softly play, a woman wakes with love in a sweet and tender way. Her heart sings a melody with whispers of delight. In the warmth of her home, everything feels right. With laughter in the kitchen, she brews the coffee. In the gentle morning light, where secrets softly play, a woman wakes with صباح الخير، صباح الورد والياسمين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف لقيتوا اختي دوارتكم وكي درتوا مع الشقه ديال العيد؟ ياك بعدا ارتاحيتوا شويه؟ اي اللهم لك الحمد. هنا اختي غنبدا معكم لا فيديو ديالي، ولكن قبل غادي نشكر الناس اللي تابونوا عندي في القناه، ونشكر حتى الناس القدام، هذيك راه ولات صافي قناه ولات قناتكم. وكنشكركم على التعليقات وعلى لي لايك اللي كتديروا ليا، كنشكركم بزاف. وكنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنتمنى القناه ديالي تعجبكم. وخلوا لي في التعليقات يعني الا كانت كتعجبكم، خلوا لي باش تزيدوا تشجعوني ونعطي المزيد من الفيديوهات. هنا كيف ما كتشوفوا دزت لهذا المجلس هذا. فقت مع 5:30 ديال الصباح ودرنا الفطور وفطرنا في هذيك الاجواء اللي صورت لكم في الاول. وعاد باش دزت هذا المجلس هذا، انا ماشي في داري، باقا في جده، ما غنمشي ان شاء الله، غنبركد السيمانه كامله عاد باش غادي نمشي. هذا المجلس اللي كتشوفوا هذه الدار ديال الرجاله، يعني مثلا ديال الضياف ملي كيجيو عندك الرجاله مثلا ضياف، كيكونوا واحد جوج بيبان، هي بارطمه كبيره ولكن كيكونوا فيها جوج بيبان، باب ديال الضياف وباب ديال مالين الدار مثلا. لان هنا عندهم واحد العادات والتقاليد، ما كاينش الاختلاط، الضياف مثلا ما كيختلطوش مع الرجاله مع العيالات بوحدهم والرجاله بوحدهم، فكيديروا واحد الباب خاص الضياف مثلا ملي كيجيو كيدخلوا منه ديريكت ويخرجوا منه بلا ما كيشوفوا مالين الدار وكيشوفوا، فهمت يعني؟ مالين الدار كيبقاو مطرفين بوحدهم، والباب ديال الضياف هذاك راه بوحدو كيدخلوا الناس، وملي كيكملوا هادو كيتعشاو صافي كيبغيو يمشيو كيخرجوا من نفس الباب، يعني ما كتشوفيهم ما كيشوفوك. هذا هو النظام اللي كاين هنايا. يعني كل شيء الديور الاغلبيه ديال الديور كتلقاي فيهم جوج بيبان، باب ديال الضياف وباب ديال مالين الدار، لان هنا كيف ما قلت لكم ما كاينش الاختلاط، ما كيختلطوش العيالات مع الرجاله، العيالات بوحدهم والرجاله بوحدهم. صافي هذاك الشيء اللي كاين. فانا دزت هنايا باش نقاد هذا المجلس هذا، وعاد باش غادي ندوز الحمامات اكرمكم الله، حتى هما ندوز عليهم تدويزه خفيفه كيف ما وريتكم. ها نتوما راه قاديت كل شيء، ما بغيتش ندير معكم باش ما يجيش لا فيديو طويل، يعني كناخذ لكم غير مقتطفات. هنا صافي جيت نحيد هذا الشيء، غادي نفرك هذا لافابو. كيف ما بغيت نقول لكم البنات، انايا بعدت على دوك البرودويات اللي كيكونوا مجهدين بزاف. بصراحه كنت كنديرهم ولكن ولاو كيخنقوني، وليت كنحس بصدري بحال اللي مجروح، فوليت كنبعد، كنكتفي غير بجافيل وصاني كروا وفيري. مازال فيري ما كيضرش لانه خفيف، اما بحال دوك البرودويات اللي كنشوف انا بزاف ناس كيستعملوهم وقاصحين تبقاو الفري كيما تفرك، اول حاجه كيضروا الصحه ديالنا، كيقتلوا لينا اليدين، يعني كيوليو اليدين حرشين وكلهم طيبين. علاش هادشي كامل؟ الانسان راه غير جافيل كافر كيخرج على مال الناس. قبل كانوا كيديروا هاد البرودويات يلا ولاو كيبانوا غير من هنا لهنا، ولكن داكشي كله راه ماشي صحي، يعني راه ماشي صحي. اللهم من الاحسن الانسان يدير غير داكشي جافيل، راه كيقتل كل شيء وكينقي، ولا داك جاف مازال خفيف هذاك حتى هذاك راه كيخرج. صافي انا هادشي اللي وليت كنكتفي به، وليت كنحاول نبعد من دوك البرودويات القاصحين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا انايا فركت هاد لافابو هذا ومسحت المرايه حتى هيايا، عاد باش غادي ندوز اكرمكم الله للحمام، حتى هو غنضرب عليه بواحد الفركه
ونجفف. انا راه حاكه هنايا، حكينا البارح في الليل انا وبنت خالتي، حكينا الدار كامله. يعني هنا كندوز عاوتاني تدويزه خفيفه وصافي. عا باش غادي ندوز غير ندير صاني كروه وندوز على الارض صافي اختي. وعا باش ندوز الكوزينه نشوفوا اشنو غنديروا في الغدا. هنا صافي من بعد ما فركت داك لافابو مسحته، دزت عاوتاني لهاد الحمام، غسلت لافابو، مسحت المرايه ديالو، فركت هاد الكرسي حتى هوايا. صافي هنايا غادي غير ندوز عليه حتى هو ونغسلو صافي وندوز على الارض. صافي هنا بعد ما كملت غنغسل غير هاد الكرسي وغادي نجفف الحمام ونجفف حتى هاد الكولوار هذا الصغير والبيت. هنا راني حاكه كيف ما قلت لكم، غادي ندير غير واحد المعطر. انا كناخذ بحال هادو كيكونوا مركزين، غندير واحد القطرات صافي وغنمسح به الارض. كتبقى الارض فيها واحد الريحه غزاله، وهذا ريحته زوينه، ريحه ديال الزهر، ريحه واعره وما كتضرش في الصدر، يعني خفيفه واخا هو مركز ولكن الريحه ديالته خفيفه. فغناخذ منه غير واحد شويه اللي غادي ندير صافي وغندوز بالجفاف والكراطه صافي. هادشي اللي غندير، غندوز على هاد الدار كامله اللي هنايا. عاد باش غادي نمشي للكوزينه نشوف اش غندير للغدا. كيقول لي واحد الراس اليوم غنبعد على اللحم، لان اللحم صافي طلع لينا اختي في الراس يوميا كناكلوه فطلع لينا في الراس. ربما غندير اليوم، قلت غندير الحوت، عشقنا الحوت صافي قلنا داكشي اللي غنديرو اليوم، نغيروا شويه. عاوتاني اللحم بزاف كل نهار راه كيطلع في الراس، فداكشي اللي غادي ندير، غنديروا اليوم الحوت مقلي ان شاء الله. صافي انا بعد ما كملت الدار اللي هيها صافي ضربت على بالشفيفه، قاديت داكشي اللي خصو يتقاد، كل حاجه درتها في بلاصتها. دزت اختي هنا الكوزينه كنغسل فيها الشبيكه، وكنغسل غير فواحد الطبيصلات ديال ولاد بنت خالتي فطروا فيهم صافي. ما كاينين لا الماعن لا والو، كلشي الماعن درناهم في الماكينه الماعن، وهادو غير بقاو دوزتهم غير بايدي صافي. هادشي اللي كاين. ومن بعد باش اختي غنمشي نطيب الغدا.
وصافي هنا اختي دزنا الكوزينه حتى هي ضربنا لها بواحد الفركه، غسلنا دوك الميعنات غير خفاف فطروا فيهم الوليدات. اختي شكون اللي بحالي انا راه لا ما شميتش ريحه صاني كروه وبان لي كل شيء كيلمع، تبان لي الكوزينه كل حاجه في بلاصتها. اختي راه ما كنرتاحش سواء في داري سواء عند الناس، ضروري خصني نوض ونشقى ونشوف كل حاجه في بلاصتها ونشم ريحه صاني كروه. الا ما شميتهاش ما كرتاحش. ما عرفت شكون اللي بحالي ولكن ضروري غيكونوا خواتاتي بحالي حتى هما فيهم الطبع هذا. ايوا هنا صافي قلنا غنديروا غير الحوت مقلي كما قلت لكم. اختي عينه باللحم من نهار العيد وحنا ناكلوا في اللحم طلع لينا في الراس، فقلت لهم اليوم ما غنديروش، غنديروا اليوم اختي الحوت وغنديروا الحوت ديال المغرب جابوه لينا الدار في رمضان وبقى عندنا. جابوا لنا واحد الكميه كبيره غادي نقلي الصول وميرلا. اختي زوينين ما كاينش اختي بحال الحوت ديال المغرب، واخا كاين هنا الحوت ما نقولش لكم ما كاينش، ولكن كتبقى اللذه والبنه اختي كتختلف صراحه. ما كاينش اختي بحال الحوت ديال المغرب. ولو ما عرفت فين نمشيو. كاين هنا داك الصول كاين ولكن ما كنلقاش بزاف، يعني مره فين كنلقاه. ميرلا كاينه ولكن كاينه ديك اللي فيها الشوك ما كتعجبنيش. مهم بصفه عامه وباختصار ما كاينش محسن من اختي الحوت ديال المغرب. انا بعدا كنا كيجيبوه لنا الدار من المغرب اختي كناكلو كنحيدو منه الشهوه ديالنا. هادشي اللي كاين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا نقيت البطاطا غنقليها وقررت نجارو فلفله والصول وميرلا وسلقت الباربه حتى هي قبل راه ما شاركتهاش معاكم ودرت التشرميله. صافي هادشي اللي درنا وصيبت واحد العصير ديال الخيار والتفاح والبنان كيجي رائع وكيجي بنين ولذيذ. صافي هادشي اللي كان. هذه غديوتنا اللي كانت. اللهم اديمها نعمه وبعدها من الزوال. الانسان ضروري خصو يغير، ما يبقاش اللحم خصو كيطلع في الراس. فحاولنا هادشي اللي غنديروا اليوم الغدا. هذا هو الطبق ديالنا اللي كان. وهنايا صافي من بعد ما غادي نتغداو ان شاء الله وغادي نكملوا غنديروا المعينات في الماكينه ونلبسوا حوايجنا وغادي نخرجوا. خصنا نغيروا الجو، ضروري ما نغيروا الجو. غنمشيو لواحد البلاصه واحد المول دايرين فيه احتفالات، واحد الاجواء اللي غتكون رائعه وغتعجبكم ان شاء الله باذن الله. وبغيتكم نديكم معايا حتى نتوما تشوفوا بعويناتكم وتستمتعوا معايا. صافي هذا الشيء اللي كاين. هنا صافي لبست العبايه وغادي خارجين وخليكم معايا. بغيت نتقاسم معكم هذه الاجواء هذه. هنايا غادي نقول لكم ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليقات الزوينه ومن البارطاج ومن تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد باذن الله. نخليكم دابا. والسعد يقبل وانتشر جينا لكم جينا.